في عالم كرة القدم، لا تصنع القصص داخل المستطيل الأخضر فقط، بل أحيانا في المدرجات أيضا. بين الآلاف المشجعين جلس شاب مغربي يدعى محمد بجوار مؤثرة برازيلية تدعى ماريا، لتبدأ قصة أثارت فضول الملايين حول العالم. خلال مباراة المغرب والبرازيل تبادل المزاح والمكايدات. احتفل محمد بهدف المغرب، وردت ماريا باحتفال صاخب بعد هدف التعادل للبرازيل. لكن ما لم يكن متوقعا أن تنتهي المباراة بلحظة وداع مؤثرة واحتضان أشعل مواقع التواصل الاجتماعي. بعد المباراة خرجت ماريا في عدة فيديوهات وهي تقول: أريد أن أجد محمد، لقد كان شخصا محترما ولطيفا للغاية، وأشعر بالندم لأنني لم أطلب رقم هاتفي. هل كانت مجرد لحظة عفوية أم بداية قصة جديدة؟ وهل سيتمكن العالم من العثور على محمد؟ إلى الآن لا أحد يعرف الحقيقة كاملة، لكن المؤكد أن كأس العالم لا يمنحنا مباريات رائعة فقط، بل يمنحنا أيضا قصصا تبقى في الذاكرة طويلا.